بعد أداء مميز وتصدر مستحق في دور المجموعات، حسم المنتخب المغربي للشباب صدارة المجموعة سي ليضمن مكانه في الثمن نهائي كأس العالم، حيث سيواجه المنتخب الكوري الجنوبي الذي حل في المركز الثاني بالمجموعة ب بعد حصيلة بلغت 4 نقاط. وقدم أسود الأطلس عروضا قوية في الدور الأول، وحاز على 6 نقاط في مجموعته بفوز على إسبانيا والبرازيل وخسارة أمام المكسيك. وأكد المنتخب المغربي من خلال هذه النتائج جاهزيتهم للمنافسة على أعلى المستويات بفضل الانضباط التكتيكي والقوة البدنية والروح المجموعة التي ميزت أداءهم. فالمباراة غتكون مساء يوم الجمعة 10 أكتوبر، ابتداء من منتصف الليل بالتوقيت المغرب، يعني مع 12 ديال الليل. فالمباراة غتكون أصدقائي منقولة أول شيء على قناة المغربية تي إن تي، وكذلك غتكون منقولة على قناة بي إن سبور اتش دي المفتوحة على قمر النيسات. أصدقائي فرجة ممتعة للجميع، متنساش دير معاك لايك وبارطاج، وكذلك إلا مكنتش مشارك فاشتركوا وفعل زر الجرس باش دايما توصل بالجديد.